الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خوش بسكانم لبروغرامي زاد بابتي فرمودا قناغي يكم قيشونة فرمودي يانزيم بإذن خواهي پروردگار. لا بري پنجاو بينج باكا كازاد بفرمه. الحديث الحادي عشر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. حديث يانزيم ابن عباس فرمي قيوم لإمام عمر بخيل الرازي عبد الله عمر يقول الخطاب قيوم ليبو لسر من برو فرموي لا في غمري خواه فرموي صلى الله عليه وسلم. أم قيوم لإمام عمر بوا ابن عباس أفرمي قيوم لعمر يقول الخطاب بو لسر من برو وتي قيوم لفي غمري خواه بوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي زياد الرويم تيدا مكن لا تطروني. زياد الرويم تيدا مكن لمدح ما لا وصف السنامة. زياد الرويم مكن كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وكو تشون النصارى وقاوركان زياد الرويان كرل عيسى كري مريم. زياد الرويان كيوان شيبو أوانوتيان عيسى كري مريم نعوذ بالله خواه. صفتي الربوبية وألوهيتيان دايا بالي عيسى كري مريم من عبدم بلين عبد الله ورسوله، من بندم بلين بندي خوا بيغمبري خوا. بله. شرح المفردات: لا تطروني الإطراء هو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه، وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه. بله. وشيء إطراء يعني زيادة الروي كردن لا وصف سناي كسيك بويك للسنور درچه يان وتراوى زيادة الروي يعني مدح كردني كسي بباطل ودرو كردن تيايا كأو شتيتيانيا تو بديت بالي. بله. كما أطرت النصارى ابن مريم أي بدعواهم فيه الألوهية والنبوة والبنوة لله تعالى ونحوه. أي بدعواهم فيه الألوهية والبنوة لله تعالى ونحوه. بله. ابن مريم يعني عيسى كري مريم سلامي خال خوي ولا دايكي شبه إطراي شي تياكره نصارى كان دعواي ألوهيتي عن دعوة باري إخواتي يانو تيان كري إخواه بنوة يعني كرايتي عيسى بوخواه نعوذ بالله سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. ماله. إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله. من عبدي خوام بندي خوام ايوش بلين بندو بيغمري خواه يعني أو وصفا بكان كخواه وصفي بيوم كردوا يعني لو زيادة الرأي ما كان عبد الله رسول خواه. ماله. الشرح الإجمالي للحديث: شرح كردني حديثك بشويكي قشتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على توحيد الله تعالى وخوفا على أمته من الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة حذرها من الغلو فيه ومجاوزة الحد في مدحه. الله في غمري خواه صلى الله عليه وسلم حرصا لسر أويك توحيد خواوك وخوي بمينه ترس لويك أمتكي شرك هاو باش بو خواه برياردن وكو چون أمتكاني تر برياري عنده بوية تحذيركات آقاداري أدا ورياي أدا بأمتكي
كوازي هذا الرويتي أنا كان للسنور درناتشن لحدو يعني لحدي خوي درناتشن لما دح كردني في غمرة صلى الله عليه وسلم. مالهم بالنسبة أوصاف الله تعالى وأفعاله الخاصة به إليه صلى الله عليه وسلم. يعني بوبتشيا يعني زيادة الروية كل شيء بوي هنديك لا أوصاف كان إخوة هندي لا أفعال كان إخوة بدرة تباري في غمر صلى الله عليه وسلم. كما غلت النصارى في المسيح بوصفه بالألوهية والبنوة لله تعالى. طبعا أمك يعني كنا منيك ينايو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لأمة كان بيش إما نصارى ويان كردوها يعني أوان ألوهيتي عندها تبالي عيسى كرايتي عندها تبالي عيسى كري إخوة كرايتي بوخوة بله فوقعت في الشرك كما قال تعالى بويا وان توشي شرك بون وكو شون خوي تعالى لقرآن بيروزا أفرمي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. براسي أوانيك وتيان خوا مسيحي كري مريم يعني الله مسيحي كري مريم أوانا كفر يعني كشت لقد كفر الذين قالوا كافر بن أوانيك أول شيء أنا وقال المسيح يا بني إسرائيل مسيحتي أي بني إسرائيل عبادتي الله بكن كپروردگاري منو پروردگاري إيوشا هر كسي شريك بخواي تعالى بريار بدا هاو باش بخواي تعالى بريار بدا خواي تعالى بهشتي لسر حرام كردوا وشويني وجهنمي كردوا تشويني أو واستمكاران حيج سرخريك يعني لروجي قيامته يعني طبعا الظلم قولتين استمع إن الشرك لظلم عظيم وما للظالمين من أنصار. مرة وإنما صفوني بالعبودية والرسالة كما وصفني الله تعالى بذلك ولا تتجاوزوا بي حدود العبودية إلى مقام الألوهية أو الربوبية. بلكو وصف بكن بعبودية والرسالة يعني عبد والرسول وكو شون خوي تعالى بو وصف ميكردوه ولا السنور حدود خوم درم مكان كسنور حدود عبوديته بو مقام ألوهية كتايبته بخواي پروردگار يعني بو مقام الربوبية كأوي شر تايبته بخواي پروردگار. بله كما فعلت النصارى فكفروا بذلك وضلوا. عينا أما كي كردي نصارى كرديان برامبر بعيسى عليه السلام بويا كافر بون وقمرا بون. فإن حق الأنبياء العبودية والرسالة. حقي في غمر كان شيا يعني أجر بتة حقي في غمر بدي حقي في غمر نبوته عبوديته الرسالة حقي في غمران عبوديته الرسالة. أما الألوهية فإنها حق الله وحده. بلام ألوهية أو حقي خواي پروردگار بتحقو تانية بوتني هيج لو حق بي بكسي كتر. بله فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطروه بالباطل. في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم في خوشنا بوا كوا وصف السنايب كان ناحقي وباطلي. فأما وصفه بما فضله الله به وشرفه فحق واجب على كل من بعثه الله إليه من خلقه. أما وصف كردني في غمر صلى الله عليه وسلم بويك أخوة وصفي فيها كردوا بوصف جوانا كان أو حق واجب لسر حمو أواني إيمان فيه هنا بيست إما حقي في غمر بدين صلى الله عليه وسلم وكو أخوة شون دعوتي وكو أويك أخوة دعوتي إيماش لسر من بيست ماله. وذلك كوصفه صلى عليه السلام نفسه بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع.
ئیسا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خۆی وەسفی خۆی ئەکا ئەفەرمێ چی؟ ئەفەرمێ من گەورەی کوڕانی ئادەمم لە ڕۆژی قیامەتیشە هەر ئەو گەورەیە سەرکردەیە مەبەستی لە پلەپایەیە ئەگینا هەیە لە ئەو گەورەترە لە تەمەنا و لە عومرە بەڵام لە پلەپایەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەم لە دنیا هەم لە قیامەتە لە هەمیان مەزنترە و یەکەم کەسیش کە قەبر لەت ئەبێ و دەرەچێ لە قەبرەکەی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم کاتێک کە قیامەت هەڵەسێ و یەکەم کەسیش کە شەفاعەت و تکاعەکە لە ڕۆژی قیامەتە پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم و یەکەم کەسیش کە شەفاعەتی وەرئەگیرێ مشفع يعني شەفاعەتە و تکاکانی وەرئەگیرێ لای خوای تەعالی محەممەدە صلی الله عليه وسلم بۆیە ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئیسا ئەمانەی کە ئێمە بێڵێن ئەمە هیچ زیادەڕەوی نییە بۆ چونکە ئەمە حەقی پێغەمبەرە خوا وەسفی پێ کردووە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خۆی وەسفی خۆی کردووە ئەمەیان دروستە بەڵێ صد الذرائع التي تؤدي إلى الشرك بالله فالشرك بالله لما كان أعظم الذنوب وأظلم الظلم وهو الذنب الذي لا يغفره الله والذي حرم الله على صاحبه الجنة ومأواه النار لما كان بهذه الخطورة حذر منه صلى الله عليه وسلم ومنع من أي وسيلة تؤدي إليه ومن ذلك الإطراء والغلو بغير حق خطي بين النجار أو خالي أو أويا كالي سد ذرايع سد الذرايع يعني الرياقا قرتن لبر أوي شرك قورتني قناحة أم قصة يعني ها وري قرن هلا والله كوتا أخيرا كي زور قرنقة أما معناه أم سيدي الرياء يكتو زي مشكتان خان اللام لبر أوي شرك قورترين قناحة لبر أوي ستم قورترين ستما لبر أوي أو قناحية كقد خوالي خوش نابي وهركس يكيش بو قناحة وبمري الشوني جهنما وبهشتي لسر حراما لبر أوي كأم قناحة أو نترسناك خواهي تعالى ريقري دانا والريقر أوي خلق النروى أبو أو قناحة صدي ذريعة أو صدي ذريعة صد يعني الريقر كانت شيء أوي حرشت يا زياد الروي تيا بكري برو شرك خواهي تعالى حرامي كردو وصف كردني هالكسي زياد لحدي خوي حقي خواهي لصفاتها يعني لأفعالها بدري بقى أو خواهي تعالى منعي كردو بو وكردتي بيكي لقناحة قورة كان بوشي لبر أوي چونك أول سرك يشي بو الشرك والشركش قورترين ظلمة وقورترين قناح أو مسألة سد ذريعة سد ذريعة بنموني تريش بو أوي جوان تنتي يبقن نظر بو حرامة بياو تماشا عفتنا محرمك بو حرامة لبرشي لبرو يسترك يشي بو زينة يعني لبرو حرامة لخودي خويا حرام نيه خلوة لقل آفرتها بو حرامة تنياي بو نوا لبرو يسترك يشي بو زينة سدي ذريعة أو سدي ذريعين جاء بها كمان ليبي فوائد الحديث يكم التحذير من الغلو والإسراف في المدح ومجاوزة الحد والمدح بالباطل يكم فائدة أم حديثة أويك وليابون ولا زيادة الروي وصفي زياد لحد مدح كردن بباطل يعني مشتين حق بله أن كفر النصارى إنما كان بسبب غلوهم في المسيح وادعاء أنه ابن الله أو أنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا حتى أدى بهم ذلك إلى تحريف الكتب المقدسة لكي يستدلوا بها على صحة مزاعمهم الباطلة. كفر نصارى لو يابوك أوان زيادة الرويان كرد لمسيحة عليه السلام زيادة الرويان كرد ادعاء أوان كرد كوا كري خوايا يان خدي خوايا خدي الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اكو بيقردي بخواي پروردگار حتى
كاتي ام دعايه ام ادعايه نكت كاتي ام لافيان لنا ام جابو اوي بلغه بيننا بو او لاف ليدانان دس يعني كتب تحريف كردني كتبه كان يعني كتب اسمان كان يعني غوري بو اوي بي كان بلغه لسر او درويان ككرديان لسر او تاوانيان ككرديان بله أن من رفع شخصا فوق حقه وتجاوز به مقداره بما ليس فيه فهو متعد آثم هر كسيك زياد لحدي خوي برس كاتوا لحقي خوي زياتري في بدا لو سنوري كخوي تي زياتر تي ببريني براسي كسيكي زيادة الربيكي يعني تعدايكي كردو قناع بالشة لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أما قربو كسي دروز بوايا يا كم كسي يان شايسترين كس كمستحقة أم زيادة الربيع لدر حقي بكري كي محمد صلى الله عليه وسلم يا غمري خوش يسمعنا صلى الله عليه وسلم يعني أجر كسي شايسته بوايا كتو زيادة الربيع تيابكي محمد صلى الله عليه وسلم أو لاترين كسر. والواجب أن يقصر كل أحد على ما أعطاه الله من منزلة ولا يتجاوز به إلى غيرها. كوابو بيويست أويا كهمو كسي السنور خوي بزانه للسنور خوي أبو وسيان ري كس لحد خوي در نكري حتى بيغمر كانش. تعلم أن نسبة عيسى إلى مريم عليه السلام تبعيد له عن الإلهية وتأكيد لبشريته وأنه عبد الله ورسوله. كاتي خوي تعالى فرمي عيسى كري مريم عليهما السلام كاتي خوي فرمي أما بوتشي بو أوي بزاني كأما خوانية وكري خويشنية أما كري مريم كري مروفيكي وكو خوي وايا كدايكيتي وتأكيد لسر كاتي وكا أو بشرة وعبدي خوايا وبيغمري خوايا. ينجم أن أشرف المقامات هو مقام العبودية فقد قال عز وجل في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. مقامي لو باي عبوديات وبندايتي لا بندايتي كردني إخوة بيروزترين مقام مروفايتي بيروزترين مقام كاني مروفايتي يعني لو برسترنيه يعني عبودية سبي غمران باشترين عبدي إخوان يتدواء أوانيش ببلا حتى تماشاك في غمري إخوان صلى الله عليه وسلم لكاتيك لتشن مقامك زور بيروزا خوي تعالى بعبدنا لأنك لتمقره لحد يشينا زور في غمري إخوان صلى الله عليه وسلم يعني حالتك وكبلي زور مزنة زور قورية خوي تعالى فرمي عبد تأكيدا بو أويك بزانية مع عبده بون منكات إخوة برزكاته بأسمان أفرمي سبحان الذي أسرى بعبده نبي بالرسوله ومع العلم في غمر رسوله بس شنيك برز ببيته إنسان حر أو فر عبوديته أوتر يا أخوي تعالى أفرمي لكاتي في دعوة لكاتك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دعوي خلقك أبو لا إخوة كمقامك زور في روزة الله تعالى فرمي وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد إخوة لكاتك كوحي بوته فأوحى إلى عبده ما أوحى لكاتك كمقام تنزيل كتابه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب معلومة بلى وبذلك يستحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة هربو مقام بيروزة كمقام عبوديته في غمر صلى الله عليه وسلم كلوتكي أو مقامية
بويا بيش خرا ولا همو خلقي للدنيا ولا آخرتش. حتى يقول عيسى عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة أوتوا محمدا ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما شاك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم عيسى درباري شيء فرمي للروش قيامته كاتي خلقي دوال عيسى كان أظن شفاعات بك باخوا قيامت حالسينه محاسبة دست بك يعني خلق كان حزار يعني خلقي معويكي زور چاوران محاسبة دست فيناك لو شو نقرمه بويا أقرين بولاي بيغمران دانا تكليفة كان كبيغمر كان شفاعات يعني ممكن بوي محاسبة دست فيك أرون لا عيسى بعيسى ألين ائتوا محمدا وتشن بولاي محمد بو غفر الله چونك أو عبدك خوا لجناحي قاشو بيشي خوشوا عبدك فائدة إثرائية فائدة إثرائي والرقم ششيش جمعي صلى الله عليه وسلم بين وصفه بكونه عبد الله ووصفه بكونه رسوله دفعا للإفراط والتفريط والغلو. بو أوي كز زيادة الروينك. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذ يقول بله. عبد لا يعبد عبدك نابرستري ورسول لا يكذب وفي غمرك بدرون آخرته بل يطاع ويتبع بلكو جرايل يكريتو شون يكوي. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. أما معناي شايت معنى كاتب بشي دومي شايت معنى كان عليه محمد رسول الله فأن معناها كما قال رحمه الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. يعني أما شايت معنى معناه كيتشيه يعني أشهد أن محمد رسول الله معناه كيتشيه بشي دومي شايت معنى طاعتي في غمر بكي فيما تشي أمر فيما أمر وباوري شي بكي فيما تشي فيما أخبر أويك هواري جاندو واجتناب ما عنه نهى وزجر ودورج قري لويك أو قد غيلي كردوه ولا يعبد وألا يعبد الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. وعبادة إخوانك إلا بويك وخوا شرعي كردوه. ماله أن المدح المذموم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتجاوز فيه الحد أو مدحي كحرام أبو في غمر بكري أو يكل السنور درشي ويقع به المادح في المحظور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يك مادح توشي شي بيه توشي أو شتبه كنخوا بيخوشة نبي غمري خوا بيخوشة. ومن ذلك قول البصيري في البردة الله بوصيري وتيوتي شي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. طبعا ما ديرك لو ديرانيك لمولاي صليها يا مولاي صلي وسلام إليك معروفة الله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. أما أليت يعني أم رأي وايك أما وشيك زيادة الرجل في غمرة صلى الله عليه وسلم قواعد بوصلي وتوتي أو أكرم الخلق يعني برا يسترين خلق من كسيك نية يعني بناي في بقرم يعني هوالي يعني باوشي في أبكم ألوذ به يعني أويا معناه باوشي في أبكم جقلته كانت يكروش قيامة حادث الإمام دروس به كانت قيامة ينبيو كسيك في كسنا كده عليه كسنية وكبري باوشي في أبكم وينم كيلو كذا إلا تو نبي أما باس لحالات الروش قيامتك للروش قيامتك يتركز كسنا ناس لو كاتا في غمر خلاص الله سماه عالم رؤيتي أكا وإيش شفاعة دس بيبكا قشتي خلاص لا آدم والله من ناداته ناشن لا نوح والله من ناداته ناشن لا إبراهيم والله من ناداته ناشن لا موسى والله من ناداته الأخير دين لا عيسى وتعفر من بلا محمد أو عالمها مو يروق هذا محمد ودين ودواله أوكن في الأيام كذا
معلومة هو بويسري بس أي حالتك بس أمان سبحان الله يبنا لا يكتره يبنا لا يكتره حقيقة يعني كمان ما أو هيك ما بس أو نبوه وواصح أو باس حادث إمامك أو باس أو كاتاك أو باس قيامتك بداخل يعني. فهذا المعنى الذي اشتمل عليه هذا البيت لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل ولا يستحقه إلا الله. وايا لم دنيا وايا لم دنيا ما تقول أخوي پروردگار نام يا واركين في غمر صلى الله عليه وسلم لم دنيا بس للروج قيامته لحالة روج قيامته تو خلق روح كاتب في غمر صلى الله عليه وسلم كاتب في غمر زندوه أو خلقش زندون في غمرها هم زندون والزندون دروسته أنا في بي وانية بوي فريات كبي يعني موضوعك أوايا بله. جاء الأخير على شيء الذي يعاذ به ويلاذ به ويلتجئ إليه. بس خوايا لم دنيا كبناي في أبري وأكلته ملاذ يعني بنا وأكلته ملاذ وملجأ يك حسابه يك معناه ويعتصم بحبله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. إيه بيقول يعني لم دنيا واحد بلام أيش بوصلش قصدي أبو دنيا قصدي أبو دنيا خاي قولا لقنا أحمد خوش صلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.